يا ابو فاضل راح اسولف لك قصة، بس غمض عينك وتعايش شوية. يقولون اكو انسان من اهل العامة، يعني سني، في ايران. هذا الانسان مو يم اهل البيت، يعني ما يعرف اهل البيت، بس جيرانهم انسان شيعي يقيم مجالس لسيد الشهداء. يا ابا عبد الله، يقولون هو هذا مرتبط بدوام، فزوجته قالت له يا ابو فلان كافي انت دوام ويومية ما شايفينك، نريدنا يوم نطلع نروح للجبال خلنا نشتم هوا مثل الناس. ايه يا ابو فاضل. فيقولون زوجها قال لها اي باكر نطلع. ثاني يوم طلعوا الصبح بسيارته واخذ عائلته وطلعوا. فيقولون اخذ عائلته وراح للجبال. اكو جبل بيران عالي، فصعد هذا اللي هو من اهل العام بسيارته، صعد نهاية الجبل. الله. ونزلت السيارة، باثناء ما تنزل السيارة تفاجأ لأن بريك ما فيها. تفهم كلام؟ فيقولون هذا الإنسان يدوس بريك للسيارة ما فيها بريك. الله. فتنخى بالصحابة، جاب الخلفاء، يا حد يا فلان فلان، ماكو فايدة، ما وقفت السيارة. وهاي كيلوات علو، إذا وصلت لجوة المريد يموتون. فكانت بنته قاعدة ورا، ايش قالت له؟ قالت له ابويا جارنا فلان يقول إذا عصت بكم الأمور وصلتوا المرحلة تنخوا بابو فاضل. الله. يا ابا الفاضل. قالت لابويا يقول يا ابو فاضل توقف في السيارة. زين هذا من اهل العامة وهاي بنته سامعة من الجيران. فش قالت لزوجته؟ قالت له 6 اشخاص مو راح نموت. قول يا ابو فاضل بلقت توقف السيارة. فقال يا ابو فاضل. يقولون بهالاثناء وقفت السيارة، وقفها واحد لابس ابيض قدامها. الله الله من اللي نزل من السيارة. قال له بس بدي اسألك سؤال، انت من اللي وقفتها؟ قالت له بنت ابويا هذا ابو فاضل اللي وقفها. قال له مولاي خليني ابوسك اسلم عليك، من اليوم انا شيوعي بس خليني ابوسك. قال له لا ما تقدر. يقولون وصل لي هذا تفاجئ جفوف ما عنده. مولاي ابو فاضل مولاي جفوف ما عندك وقفته. مولاي اذا عندك جفوف ايش راح تنطينا؟ دخيلك مولاي. مولاي ابو فاضل اجا شهركم، اجا شهر الدمعة،